11 نوفمبر جاي لعنا الماراثون، ورح ينزلوا هالخليقة من كل حدب وصوب يشاركوا. هلأ 3/4 العالم مش مهم انه تربح، هما تشارك. اصلا ليش نحن في شي ما منحب نشارك فيه؟ بدنا نشارك، منحب نشارك بكل شي. نحن رب المشاركة اذا خلقت لنا. نحن منحب نشارك لننبسط، لانه ما في اشياء كتيرة بتبسط بهالبلد. منحب نشارك لنوجه رسالة للمجتمع الدولي انه نحن شعب واحد متكاتف ومسالم ومتحضر ومنحب الحياة ولافي ان روز. منحب نبلفهم يعني. بينزلوا السياسية والفنانين على منصة الVIP وبيقعدوا يضحكوا ويتسايروا ويكذبوا على بعض وعلى العالم وعلى حالهم، وبيكونوا هني من جوا عم ببخوا سم ماراثوني متواصل. ولا بتعرفوا انه الماراثون الرئيسي مساحته 42 كيلومتر ونكعة؟ وبتعرفوا انه اللي لازم يربح لازم يقطع هودي 42 كيلومتر والنكعة قبل 42. ومش بس هيك، لازم يجيب افضل وقت كمان. هيدي ما بتزبط عنا لازم يعدلوا قانون الماراثون. كل حدا بيخلص 42 كيلومتر لازم يربح تلقائيا. خيي بتعرف شو 42 كيلومتر؟ 42 كيلومتر يعني مثل بيروت وعمشي. وليلي ما بيعرف وين عمشي، هيدي عمشي بتصير بين جبيل والبترون. بتعرفوا شو يعني؟ يعني قديش بده يكون حظه حلو هذا ليركض 42 كيلومتر ونكعة من دون ما يطلع له شي انفجار على الطريق، او شي قناص، او شي حدا يخطفه ويطالب اهله بفدية، او شي جناح عسكري لشي عائلة لبنانية بدها تستضيف الركيبة، او شي مانيك خي زهقان وبده يتسلى، او حدا من فتح الاسلام لطيله على الطريق. هودي اللي هربوا من حبس رومية من كم شهر قليلة. هودي لازم نكتب عنهم لوحدهم. هيدي اذا كانت الطرقات مفتوحة اصلا وما فيه شي قرطة جاية عبالة تنزل تولع دوليب على الطرقات. اللي عم بيركض يا تقدروني والله لازم يكون حظه بيفلق الصخر ليوصل على خط النهاية. بيناتنا قليل الريسك اللي غاطس فيه. لما تاخد هيك ريسك ما بعود له أهمية الوقت، المهم انه توصل، مش مهم اي ساعة بتوصل. هذا الماراثون بلبنان انا برأيي لازم يغيروا له اسمه. لازم يصير اسمه شي مثل بيشبه مثلا ميشن امبوسيبل لبنان. بيمشي حال هيك بيواجهوا المشتركين فيه انه كل واحد حابب يشارك المفروض انه ضروري يعني يودع اهله قبل بليله، وضروري يشوف المحامي ليكتب وصيته هو اياه، خصوصي اذا في عائله بظهره. ليشو مفكرين انه المشاركه هالقد هينه؟ شاركوا لإلكم. احترامات.